السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على اكسسوارات قطاع من قطاعات شريف علي حسن، وهو قطاع التانجو. القطاع ده بيركب للشريك الجرار والبلكونات الجرار برضو. هو قطاع محمل، نسبة العزل بتاعته كويسة، الاكسسوار بتاعه عالي. طبعا العزل بتاعه بيبقى للصوت والأتربة والمية. هنبدأ إن شاء الله على بركة الله. في الأول هنتكلم عن الصورة دي اللي انتوا شايفينها، دي كلها اكسسوارات قطاع التانجو اللي بيركب في الشباك الجرار أو البلكونة. احنا حطينا الحاجات اللي هي المفروض تبقى راكبة في القطاع على اعتبار ما يبقاش في حاجات ناقصة فتأثر على العزل بطريقة وحشة أو تقلل من جودة المنتج. في الأول هنبدأ بعد ما قطعنا الضرفة هنجهزها بقى عشان تتجمع. هنكبسها في المكبس. بعد ما كبسناها هننضفها من الشطف، هننضفها بسلاح القطر عشان تبقى نضيفة كويسة. بعد كده هنركب الكورنر. بعد كده هنركب زوايا البلاستيك، دي بتساعد علشان الشطف يبقى متناسق مع الشطف التاني، ما يبقاش فيه عالي وواطي. بعد كده هنجيب القطعة التانية بعد ما كبسناها ونضفناها برضو، وندخلها على الكورنر والزوايا في المجر الخاصة بتاعتهم. بعد كده نروح رابطين مسمار الالانكيه علشان القطعتين يمسكوا مع بعض يبقوا كأنهم قطعة واحدة. نتأكد بقى ان الشطف كده مقفول 100%، مفيش اي تنوير، مفيش اي ميول او عيوب في الشطف من الجنبين. هركب دلوقتي كده في الفرش. الفرش ده وظيفته يمنع الاحتكاك بين الألمونيا بتاعت الضرفة والحلق، ووظيفته الأساسية برضو إنه يعزل الأتربة ويخفف من نسبة الصوت والدوشة اللي بره. طبعا بيركب من الناحيتين. الفرش ده فيه منه أكتر من مقاس، لكن اللي بيركب في الضرفة اللي هو 7 في 7. في فرش تاني بيركب في ضرفة السلك بيبقى 5 في 7. نتأكد بأنه الفرش راكب لغاية الآخر عشان يقفل على الجنب التاني فما يدخلش أي تراب. بعد كده هنوصل لمرحلة تركيب السكاكات بعد ما نفتحها على الفريزر. السكاك ده في منه أنواع كتيرة. في منه سكاك بيبقى وش بس من غير ظهر، وفي منه وش وظهر، وفي منه بيبقى سكاك بسوستة. بعد ما نركب السكاك نتأكد حركته كويسة. دلوقتي احنا بنركب الأكرة DCL. نتأكد برضو من حركة الأكرة. بعد كده هنركب منع التراب، ده وظيفته يمنع التراب بين الضرفتين. طبعا بيركب من العرضة اللي تحت والعرضة اللي فوق، بيتثبت بمسامير. بعد كده بنركب حاجة اسمها صدادة أو دليل ضرفة، دي وظيفتها إنها تمنع احتكاك الضرفة في الحلق. لما تقفل للآخر تبقى زي ماس صدمات، وبنفس الوقت بتقلل اهتزاز الضرفة مع الحلق. كده إن شاء الله الشباك كله ركب، وده الشكل النهائي للشباك بتاعنا بعد ما خلصناه. طبعا الإكسسوار ده ممكن يركب برضه لل3 ضرفة من نفس القطاع، مفيش أي مشكلة. وإن شاء الله تعالى بنعمل تصوير تاني للقطاع نفسه، قطاع التانجو الشريف علي حسن.